النهاردة هنعمل صينية حرفيا ما تتوصفش، طعمها تحفة يا جماعة. هنعمل ميني تاكو بالفراخ، سهلة وسريعة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هجيب اول حاجة خبز التورتيلا واقطع دواير كده بالشكل ده. استخدمت حوالي 3، كل واحدة عملت معايا 5. وعشان نعمل الفراخ هنحتاج معلقة كبيرة من الزبدة، واحط عليها بصلاية مقطعة مكعبات صغيرة، واقلبهم شوية على النار لمدة دقيقتين كده. بعد كده هضيف عليهم قطع فراخ متقطعة مكعبات صغيرة، هقلبهم شوية لحد ما الفراخ تستوي. اهم حاجة نكون معليين النار عشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها. بعد كده هضيف عليهم فلفل احمر وفلفل اخضر متقطعين مكعبات، واقلبهم شوية على النار. هنضيف بعد كده التوابل، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والبابريكا والثوم البودر، وزودت عليهم فص ثوم مفروم وكوباية من الكريمة. قلبتها شوية كده لحد ما الفراخ تشرب من الكريمة والصوص كله ياخد الطعم كده بتاع التوابل، وخلاص في الاخر كده جهزت معايا. وهجيب خبز التورتيلا وهبدأ ان احشيه بالفراخ. بصوا هنا بقى، ركزوا معايا في الخطوه دي. هجيب صينيه وهجيب كوبايتين، لما اجي اعمل اول تاكو هحطها ما بين الكوبايتين، وبعد كده لما اجي اعمل واحده جديده هشيل الكوبايه واسندها تاني بالكوبايه، وهكذا عشان تاخد وضعيه التاكو. وكده خلاص جهزت معايا. هرش في الاخر رشه من الجبنه الموتزاريلا، وادخلها الفرن لمده تلت ساعه درجه 180 مئويه، واولع عليها الشوايه اخر دقيقتين. تنفع بقى الصينيه دي نقنقه غدا عشاء، ريحتها وطعمها بجد حقيقي تحفه. ولو عجبتكم الوصفه قولوا لي رايكم.